المهارة تصنع الفارق. الدفاع السعودي يقع في المحظور ويرتكب خطأ يكلفه ركلة الجزاء. قلت المهارة تصنع الفارق. حاج موسى بهذا الشكل تقدمت الآلة في مخالفة وفي ركلة جزاء واضحة وصحيحة ولا تحتاج إلى تقنية الفيديو المساعد. واضح العرقلة جاءت من وليد الأحمد وبالتالي من نواف أبو وشن هو اللي ارتكب المخالفة، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة للمنتخب الجزائري. وقرر الحكم القطري كان صائبا وسليما، وبالتالي المنتخب الجزائري بحول الله سيتوج البداية المثالية للشوط الثاني بهدف التقدم. الحديث بين الحكم عبد الهادي الرويلي القطري مع محمد كانو يقول له بأن القرار سليم والعرقلة واضحة، وبالتالي المخالفة لمصلحة المنتخب الجزائري. بغداد بنجاح أعتقد هو من سينفذ هذه الركلة. المنتخب الجزائري على موعد مع افتتاح النتيجة. هل ينتظر الحكم؟ أعتقد لا، القرار سليم ولا يحتاج إلى ذكرت إلى إعادة للفيديو، العودة إلى الفيديو. والقائدون كابتن رياض محرز يتقدم، المتخصص في الكرات الثابتة رياض محرز في المباراة رقم 108 يتقدم لتنفيذ هذه الركلة أمام نواف عقيدي. رياض ونواف، كرة للمنتخب الجزائري. رياض والهدف الأول للمنتخب الجزائري. الهدف الأول للخضر. رياض محرز يضع المنتخب الجزائري في المقدمة بعد مرور 75 دقيقة قبل ربع ساعة على النهاية. فعلها الخضر، فعلها رياض هكذا تسجل الأهداف. ورياض دائما يقول افرحوا اسعدوا لما تكون عندي الكرة. دائما رياض يقول لنا هكذا تسجل الأهداف، هكذا نضرب دفاع الخصوم، وهكذا نحرك الشباك. الكرة في جهة ونواف عقيدي في جهة أخرى، وفرحة رياض وأنيس اللي كان وراء ركلة الجزاء، والجماهير الجزائرية تشتعل.